في حلقة النهاردة إن شاء الله هنتعرف على أهم أساسيات البايثون اللي لازم نبقى عارفينها. هنتكلم عن أنواع البيانات والنمبرز والتحويل بين النص والرقم، كل طرق التعامل مع السترينج، زي اللي احنا نعمل سلايسنج ازاي، وازاي نعمل عليها موديفاي تعديل، والفورماتنج بتاعها، كمان البوليان، الكلمة المنطقية اللي هي true false. أول حاجة هنتكلم عنها بايثون داتا تايب. أول نوع هنتكلم عنه الانت، ده للنمبرز، ده الأرقام الصحيحة. عندي الفلوت، دي الأعداد العشرية. عندي السترينج، ده للتكست. عندي البوليان، دي true أو false. true T كابيتال والفولس F كابيتال. عندي بقى الليست والتابل. الليست دي بيانات بنقدر نغير فيها، التابل بيانات ما بنقدرش نغير فيها immutable. عندي الديكشنري، قاموس عبارة عن key و value. عندي الست، دي عبارة عن بيانات اللي هي unique elements، هنشرحها في فيديو بعد كده. يعني مثلا لو عندي x equal 10 وقلت له اطبع لي التايب بتاعها، طيب x، عملت run، قال لي integer int. طيب لو حطيته ما بين double quotation، عملت run string، معنى كده ان string لازم نكتبه بين double quotation عشان يعرف ان ده text هندخله. يعني هنا هنعامل اصلا العشرة دي على انها text مش number. طيب لو قلت له ال y equal 3 و14، ده كده المفروض كسر، وقلت له اطبع لي التايب of y float. لو قلت له z equal حلو، اطبع لي z string. طيب لو قلت له variable اسمه is true وقلت له true وقلت له اطبع لي الفاريبل ده، قال لي boolean. boolean دي اللي هي الكلمة المنطقية، يا true يا false. بعد كده هنتكلم عن الكاستنج. الكاستنج ده يعني طرق التحويل ما بين من نوع لنوع، من طيب لطيب. طيب ازاي؟ لو انا عندي الاكس equal 10 وعايزة احولها لسترينج، اقول له الواي equal str string، واقول له وادخل له الاكس. لو قلت له قول لي الطيب اوف واي، print طيب واي، ورنيت، قال لي string، مع ان هي كانت number بس انا حولتها من number لstring. طيب دلوقتي الواي ده اصلا بقى string، طب انا لو عايزه بقى احوله لانتجر، اقول له int وادخله القيمه الفاريبل اللي احنا عايزين نحوله اللي هو الواي. قلت له print طيب of z، ورنيت، قال لي ان z دي انتجر. طب لو عايزه احوله float، اقول له هنا float، وعملت له run، قال لي ان z دي float. معنى كده ان الكاستنج بنعمله ازاي؟ بناخد القيمه اللي احنا عايزين نغيرها ونحطها جوه الراوند براكت بتاعت انت، مثلا نحط له اكس، كده حولناها لانتجر. لو عايزين نحولها لسترينج، سترينج ونحطها هنا اكس مثلا. لو عايزين نحولها لفلوت، اكس. زي ما قلنا لو احنا عايزين ناخد اي تكست لازم نكتبه بين دبل كوتيشن. يعني مثلا عايزين تكست equal
نعمل دبل كوتيشن شيفت طه، نكتب له هيلو بايثون. احنا عندنا حاجة اسمها سلايزنج. لو احنا عايزين مثلا نجيب اول حرف في التكست ده، نعملها ازاي؟ بنشتغل بالاندكس. الاندكس دوت احنا عندنا الحروف، ده اندكس رقم 0، ده اندكس رقم 1، اندكس رقم 2، حتى السبيس ده بنعتبره اندكس. فاحنا لو عايزين نجيب بي دي مثلا، اندكس رقم 6، بقول له برنت تكست، ونقول له هات لي اندكس رقم 6، واعمل له رن، جاب لي البي. طيب انا عايزه اجيب مثلا من الاول لغايه، يعني اجيب كلمه هيرو دي بس لوحدها، اقول له برنت هات لي تكست، وافتح سكوير براكت من اندكس رقم 0 الى اندكس رقم كام، 0 1 2 3 4. عشان يجي لي 4 ده لازم ازود واحد على الاند، يعني 5. هو الاند بتاعنا بينقص واحد وياخد الحرف اللي قبله على طول. ورانا جاب لي كلمة هيلو. طيب انا ممكن ما اكتبش الزيرو ده خالص واسيبها فاضية. هو بيفهم ان هو عايز من البداية، عايز من الستارت. يعني لما اسيب الستارت فاضي، هو بيفهم ان هو عايز من الستارت، طبع لي برضه هيلو. طيب لو انا عايزة الجملة كلها، هسيب الاند فاضية وطبعتها، جالي هيلو بايثون. طب لو عايز اخر حرف مثلا الان، يبقى هبدأ العد من الآخر. ما اجي اعد من الآخر، احنا من الاندكس بنعد من الأول من 0، من الآخر تبقى ماينس 1. جاب لي الان. طب لو أنا عايزة أعمل موديفاي على التكست ده، موديفاي نفس التكست بتاعنا، وحطيت له هنا مثلا سبيس في الأول وسبيس في الآخر، وأنا عايزة أشيل السبيس ده، أعمل إيه؟ هقول له اطبع لي تكست دوت ستريب. يبقى ميثود اسمها ستريب، دي بتشيل المسافات. لو عملنا رن، شيل المسافة اللي في الأول والمسافة اللي في الآخر. يبقى عندي الميثود اللي اسمها ستريب دي بتشيل المسافات يا من الأول يا من الآخر، ملهاش دعوة بالمسافات اللي في النص. يعني لو المسافة بالنص كبيرة كده، عملنا رن، هتسيبها زي ما هي. هو شال اللي في الأول بس، مفيش حاجة في الأول أهو، ولا فيش حاجة في الآخر، ومفيش حاجة في الآخر. طيب لو أنا عايزة أخلي كل الحروف التكست دوت كابيتال، أستخدم ميثود اسمها upper text dot upper، خليتها لي كلها إيه، كابيتال، وما شالتش المسافات. يعني عشان احنا هنا في مسافة في الأول طبعتها لي عادي، لأن احنا مستخدمناش دوت ستريب. طب لو قلنا دوت ستريب كمان، هنا عملت ايه؟ هنا شل المسافات. عايزين نشوف الفرق ما بينها وبين من غير ستريب. بصوا كده، شوف، لما عملتها أبر وستريب مع بعض، شل المسافة اللي في الأول. لما شلت الستريب وعملتها أبر بس، في المسافة في الأول مع الحفاظ عليها، المسافة دي اتطبعت عادي. طيب لو أنا عايزة أخليها تاني إيه، سمول كلها بقى سمول، اقول له برنت تكست دوت لور، بقت كلها سمول، وبرده المسافة اللي في الأول اتطبعت عادي. طب لو أنا عايزة أشيلها، أقول له دوت ستريب، بس كده.
هنا شال لي المسافة اللي في الأول. أهي شالت. طيب لو أنا عايزة أشيل كلمة بايثون دي وأخليها مثلا وورلد، أعملها ازاي؟ هستخدم ميثود اسمها ريبليس. أقول له print text دوت replace. هقول له الكلمة اللي أنا عايزة أبدلها، اللي هي بايثون، اللي هي أصلا موجودة عندي، وأديله الكلمة الجديدة. أديله الكلمة الجديدة اللي هي وورلد، ورن. شال لي كلمة بايثون وحط لي وورلد. بس المسافة اللي في الأول اتطبعت عادي. طيب لو قلت له مثلا دوت ستريب، شال لي المسافة اللي في الأول. طيب لو قلت له خليها لي كلها أبر، يعني ممكن الميثود احطها كلها جنب بعض وهتتنفس كلها عادي. خلي لي كلها ابر. طيب لو انا عندي two variables مكتوب فيها I، وفاريبل تاني مكتوب فيها ياسمين مثلا، وانا عايزه اطبع لي كلمه اسمها هاي ياسمين، اعملها ازاي؟ اقول له اطبع لي الاكس، نجمع بينهم ببلس، واطبع لي الواي، واقول له رن. عمل لي ايه؟ هاي ياسمين. طب احنا لو لاحظنا هنا ان جاب لي الكلمتين لازقين في بعض، طبعا ده مش هينفع، مش عارفه اقراها. فقبل الواي هقول له زود لي كمان سبيس. دي كأني بقول له نص، زود لي سبيس في النص اهو فاضي. ورنيت، طلع لي هاي ياسمين. طب انا عايزه اخليها مثلا كلها كابيتال، استخدم ايه؟ استخدم ابر. هحط دوت ما بين راوند براكت، واقول له دوت ابر واطبع، جات لي هاي ياسمين كابيتال كلها. طب لو انا مثلا سايبه سبيس هنا في الاول، اقول له بلس، سيب لي سبيس، وعايزه اشيله، اقول له دوت ستريب. قبل ما سايبه سبيس، عمل له رن. شوف، في سبيس في الاول اهو. طب انا عايزه اشيله، اقول له دوت ستريب، شال لي السبيس. طيب ازاي بقى نعمل فورماتنج؟ لو انا عندي مثلا نيم equal سارة، وعندي الage equal 20، وعايزه اكتب جمله كبيره، وبدل ما اكتب في الجمله دي سارة وعشرين، لا اكتب له النيم والايدج، هو ما يعمل رن يعوض عنه. اعملها ازاي؟ اقول له برنت بعد، واكتب له النص عادي اهو. اقول له my name is، المفروض اكتب هنا سارة، فانا بدل ما اكتب سارة عايزه اكتب له النيم. فعشان اكتب النيم كده هيعتبرها ان هي نص عادي، فبحطها ما بين كيرلي براكت. طيب لو انا مثلا رنيت على كده هيجيب لي ايه؟ معوضش، ما استفادش اي حاجه، برضو معتبرها ان هي إيه، سترينج عادي، نص عادي تكست. طيب لو انا حطيت هنا اف، شوف، لو شلنا الاف لونها كان ازرق اهو، لما حطيت اف لونه اتغير. فهم ان احنا عايزين هنا نعوض. مش بيقول لك هنا النيم عايدة على سارة، عايزين نشيل النيم ده ونحط مكانه سارة. عملنا رن، بقت my name is سارة. فعشان
نستخدم variable من بره جوه التكست. اول حاجه بنعمل على variable ده curly bracket، وبنحط if قبل ما نبدأ النص بتاعنا. عايزين نكمل بقى، نقول له الإيدج بتاعنا and I am. عايزين نحط الإيدج، نحطها كده معتبرها نص. لو حطيتها مع curly bracket تمام، ان الاف موجودة. لو شلنا الاف كأنها نص برضه، يعني احنا لو رنينا على كده مفيش اي اختلاف. حطينا الاف هيشيل الفاريبل ويحط مكانه الفاليو بتاعتها. am 20. كمل بقى الجملة years old. طب لو انا عندي جملة اسمها، طيب لو انا عندي print، لو قال لي print 5 equal 4، دي معناها ايه؟ بيقول له هل الخمسة بتساوي الأربعة؟ المفروض لو جاوبت، لو سألتك سؤال زي ده هتجاوب لي تقول لي ايه؟ يا اه يا لا. طيب هل الخمسة بتساوي الأربعة؟ المفروض لا. طيب لو رننا نقول، قال لي ايه؟ قال لي فولس. ده مثال على البوليان. هي عبارة عن يا ترو يا فولس. طيب لو قلت لك هل الأربعة تساوي الأربعة؟ ترو. طيب هنا هل الخمسة أكبر من أو يساوي الأربعة؟ صح، الخمسة أكبر من الأربعة. هل الخمسة not equal الأربعة؟ هل الخمسة لا تساوي الأربعة؟ true. هل الأربعة not equal الأربعة؟ false، لأن الأربعة بتساوي الأربعة. كده يكون اتعرفنا على data type والبوليانز والفورماتينج، كل حاجة تخص السترينج. شكرا ليكم.